عسلامة. معكم مروة جلاسي في برنامج تونسية بالمصري. أما اليوم باش يكون تونسية بالتونسي، تونسية بالتونسي على الآخر. تونسية وراسي عالي، تونسية وأفتخر. تونسية وما ما يوقفها حتى شيء. لا الإمارات ولا غيرها. أي نعم. وقت جيت الإمارات في الستينات، وقت اللي المرأة التونسية تسوق في الطيارة، الإمارات كانت صحراء ويدوروا فيها بالجمولات. اي نعم. الإمارات وين كانت الإمارات أصلا؟ وين كانت؟ شنية الحضارة اللي عندها الإمارات؟ باش يصدر منها قرار، ما نجمش نقول قرار مفاجئ على فكرة، خاطر مش مستبعد، والحق مش مستبعد. على دولة جاهلة، نقولها دولة جاهلة وشعبها جاهل. والمرأة التونسية تشرفكم وتعرفكم. المرأة التونسية تشرف الحوثية اللي كيفكم. وحكومتنا ما خذتش قرار، ما خذتش قرار شجاع وقت اللي رفضت قبول اي رحله تابعه الخطوط الاماراتيه. ماهيش حاجه كبيره، راه ماهيش حاجه كبيره. اي نعم، نقول لكم اولا ما عملتوش مزيه، ثانيا ماهيش حاجه كبيره، ثالثا ما فهمتش شنو اللي مخوفكم. انا شنو اللي مخوفكم؟ شنو اللي مخوفكم من انكم تطردوا السفير متاعهم؟ هذه نتصور ابسط حاجه، ابسط حاجه بالحق، معناه انه السفير متاعهم يشد بلاده. هما ما يفتخروش باش المرأة التونسية تحط ساقيها على الأراضي متاعهم، يبقى احنا زادا ما نفتخروش باش ان هما يحطوا ساقيهم في بلادنا. السفارة السورية كي تسكروها ميسالش، السفارة السورية تتسكر هذيك ميسالش، اما سفارة الامارات ما تتسكرش، حتى كان الامارات ماهيش قابلة التونسية عندها. ناس مطيشة في المطار في دبي، بخلي فريد طيشوا في تونس هنا قداش عادي، معناه عادي. بعد جي وقال شنيا والله اوقفنا مانيش باش نقبلوا حتى رحله تابعه الخطوط الاماراتيه. يبقى هذه اقل حاجه تعملوها، واحنا التوانسه بالحق نستنيو في رد الكرامتنا، خاطر الحاجه اللي صارت هذه القرار الغريب بالرسمي من الامارات هذه لو ما مسش المراه برك، بالحق ما مسش المراه برك، مس التوانسه الكل، مس التوانسه الكل في كرامتهم، في عزتهم وانافتهم. التوانسه اللي هما بداو الثورات العربيه. شوفوا الدول العربيه كي سمعت القرار، شوفوهم الكلهم كلهم، شوفوا ردود الافعال، شوفوا شنو قالوا علينا، شوفوا كيفاش يشكروا في المراه التونسيه، خاطر يعرفوا قيمتها ويعرفوا قيمة تونس، يعرفوا قيمة الشعب التونسي. بلاد صغيرة ميسالش، صغيرة جغرافيا، عدد سكانها قليل، أما كبيرة بناسها، كبيرة. المرأة التونسية القارية، المرأة التونسية اللي تسوق في الطيارات، المرأة التونسية الفلاحة، المرأة التونسية وقت اللي تتعب وتكلت وتجيب الفرنك بعرق جبينها. وقت المرأة الإماراتية شوفوا شنو يعملوا في الخدام اللي جايين من بلدان الآسيوية الفقيرة، اللي من الفلبين ومن غيرها، اللي يضربوا فيهم ويحرقوا فيهم ويطردوا فيهم ويرميوا فيهم في الشوارع ويبيتوا فيهم مع القاع، ولا ماكله لا شرب لا حتى شيء. هاكش معناتها المرأة التونسية. المرأة التونسية حاجة صعيبة على مخاخكم جماعة الإمارات، صعيبة برشا زاد على مخاخكم، وصعيب باش توصلوا لها. كيما قلت لكم نستناو بالحق كشعب تونسي، نستناو بالحق في رد فعل كبير من الحكومة متاعنا، واقل حاجة معناها اقل حاجة، اقل حاجة السفير متاعهم ما يلزمناش هوني من الاخر. بسلامة.